وده الفشار بينفع للرجيم يا جماعه، وبيتوصف للرجيم سناك. واحنا هنعمل بقى التاني برضو ينفع، هنعمل ده بكره بقى ان شاء الله الصبح بعد ما يتبل. وده يبقى شوف اللهم صل على النبي طبق محترم، نقعد لو اجمل من اللي بتيجي من المقله. جربوا الطريقه، عملنا الفشار وعملنا الذره اللي هي الاسباني، وعملنا ايه اللي هي الذره اللي باظت مننا. واتفرجوا على الفيديو هيعجبكم. ما تنسوش اللايك لتيتا. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن صحه وحياه. هنفشر حبه الذره الصغيرين دول بمعلقه واحده زيت. هنعمل ايه بقى بكوبايه الذره دي؟ هنعمل بيه هنا بقى حبيت الذره، شوفوا ما فيهمش زيت الا يا دوبك كده، هناهم. وهنحط على دولي ميه ونبيتها للصبح ونغسله ونقول لكم احنا هنعمله ايه. الذره بتاعنا بيفشر اهو. اللهم صل على النبي. شايفين حبيتنا الذره ما كانوش باينين في الحله عملوا كميه قد ايه. عليه توابل بطاطس ونمسكه نعمل فيه كده اهو. شايفين مفيش ولا حبايه واحده. شايفين بالصلاه على النبي كلهم عملوا ازاي. كانوا بقول مش هيعملوا حاجه، اللهم صل على النبي. عملوا لنا طبق محترم. حتى توابل حتى توابل بطاطس يا جماعه اهو. بقى نقول احنا هنعمل ايه. انا خدت الذره بليته قعد يجي 15 ساعه مبلول. هحطه على النار بقى في شويه ميه كده يتسلق. المفروض ان الذره دي تيجي تكسريها تلاقيها مستويه تعرفي تاكليها. وخدت منهم معلقه اهيت وهو مبلول كده. نجربها نعملها فشار يمكن تصح وتبقى جميله مع بقى كوبايه قهوه باللبن تظبط الدماغ. ايه رايكم؟ نسلق الذره على نار هاديه خالص، يعني بقى ساعه ما يغلي هوطي عليه النار يسلق براحته كده عشان ما حبيته ما تضمرش. وهنحطنا ده برضه هنخليهم كده نشوف طقطقه ولا سامعين بيفشر اهو. عايزه اقول لكم انه مشروعه فشل. ليه؟ لان الذره مبلوله فهي كده ايه فشرت، بس ما فشرتش ما عملتش فشار. هي كده ما عملتش فشار. فهي دلوقتي بقى عشان اتبلت فممكن. تعالوا بقى هنشوف هنعمل الذره بتاعتنا دي ازاي. اسمه ذره ايه؟ اسباني. اسباني. دي كمونه على كزبره خلطه كده مع بعضيها، فيها حاجات كتير جدا. ودي ايه؟ كركم، اللي بيحب حاجه بقى يعملها. وده ملح بكمون. ملح بكمون يعني بتبقى حايقه كده وتاكلها تلاقيها حايقه. عايزه تحط شطه بقى حط شطه. استنى اما نجيب كمان ايه طعم حلو كده بقى. دي توابل بطاطس. توابل البطاطس دي بتديلها طعم بقى تاني خالص. التوابل اللي انت بتحبيها حطيها بقى. هنحط ايه بقى؟ الذره عليها وهنقلبه فيها وهنحمرها في زيت. وكده نبقى عملنا ايه. دي بتبقى غاليه قوي يا جماعه الذره دي في المقله وبتبقى غاليه يعني. وفي ناس بتعملها من ذره الاصفر اللي هو بياكلوا له الطيور اصلا. يعني انا عملتها لكم ذره نضيف وحلو. هننخلها بقى من دي. هنحطه بقى في المصفى كده، في مصفى وننزل منه الدقيق اللي فيه ده كله. الحاجات اللي فيه دي شوفوا ما تخليش في حاجه خالص. نزل كله. شوفوا شويه زيت وهنحمر. انا بقيتها بنحمره هو كمان اهو. على فكره حلوه قوي يا جماعه، جربوها بجد حلوه جدا. طلعنا الاولاني حطيناه على المنديل، لو في نقطه زيت ولا حاجه طلعها. طيب تعملي بمناديل كده وتروحي بقى مفضياه في الطبق. بالصلاه على النبي بقى لا تلاقي في زيت ولا اي حاجه بقى، ومقرمشات تحفه. شايفين المنظر جميل جدا. الذره الاسباني اللي هي ايه تسليه حلوه قوي. حبيته حلوه وطعمه حلو قوي. شايفين بيقرقش وطعمه حلو جدا. لا جميل. وبيقولوا بيتعمل بالذره العادي اللي هو الدور بتاكله. وكده ايه ده المشروع اللي فشل مننا ما نفعش. بس الناس